مساء الخير عليكم جميعا. النهاردة 24 ديسمبر. طبعا كل سنة وجميع مسيحي مصر بخير، الكاثوليك والأرثوذكس. كل سنة ومصر كلها بخير احتفالا بميلاد السيد المسيح. في النهاردة موضوع مهم هنتكلم فيه: افتعال الأزمات قرب حلول أعياد الميلاد المجيدة. طبعا افتعال الأزمات ده مش وليد الصدفة أو مش وليد اللحظة يعني. لا، هو افتعال الأزمة مش عشان أعياد الميلاد. افتعال الأزمة أو أزمات في مصر، طبعا أطفيح أول امبارح، وللنجاح اللي مصر بقت فيه، والتحالف اللي عملته مصر وردها على آه، محاولة سيطرة القدس، السيطرة على القدس عن طريق أمريكا وإسرائيل. طبعا مصر ناجحة جدا على الصعيد الدولي كدولة. اللي عاملاه مصر في الفترة اللي فاتت من أروع ما يكون. بلدنا كانت 40 سنة مش موجودة على الخريطة العالمية، ورجعت دلوقتي وليها كلمة وليها مكان، وفي حاجات كتير قوي مصر ناجحة فيها. مشاريع، آه، سياسة دولية، ده شيء هايل. فطبعا ايه اللي يهد ده كله؟ افتعال أزمة. وأهم خيط في افتعال هذه الأزمة أو أهم خط في الأزمة دي الطائفية في مصر. طبعا مفيش طائفية في مصر. المصريين طول عمرهم من قديم الأزل عندهم مذاهب وعندهم ديانات، محدش فيهم راح على دين التاني وعمل فيه حاجة. كل ما مصر هتنجح وتتقدم خطوة لقدام لازم تحصل أزمة جديدة. أزمة في السياحة، أزمة للبترول، أزمة طبعا وإرهاب يزيد زي مسجد الروضة والكنيسة قبل منه، حاجات كتير قوي. حتة الفتنة هم بيلعبوا عليها كويس قوي. ونائب الرئيس الأمريكي لما كان جاي مصر وشيخ الأزهر وقداسة البابا توادرس رفضوا يقابلوه، كان جاي عشان يتكلم في ملف الأقباط. معلش ثانية واحدة، هو مش الأقباط دول هو يقصد بيهم المسيحيين؟ هو مش عارف يعني إيه قبطي أصلا؟ قبطي يعني مصري، كيبتوس. فإحنا كلنا أقباط. أنت جاي تتكلم عن مين بالظبط؟ على دين يعني المسيحيين؟ المسيحي مواطن مصري. انت جاي تتكلم عن مواطن في دولته ليه؟ انت دخلك ايه اصلا؟ طبعا موقف فوق الرائع من الكنيسة المصرية، طول عمرها كده طبعا. وموقف هايل من شيخ الازهر، ده امر ممتاز. انتوا جايين تتكلموا عننا في بلدنا ليه وتقولوا الاقباط مضطهدين؟ يعني ايه مضطهدين؟ يعني ايه مضطهدين؟ احنا عايشين في بلدنا يعني، مسيحيين ومسلمين عايشين في بلدنا. انتوا مالكوا؟ فين الاضطهاد؟ يعني فين الاضطهاد؟ ده اولا. السبب الأساسي والرئيسي في ده كله إن مصر بتنجح وبتتقدم، سواء على الصعيد الدولي أو على الصعيد المحلي الداخلي، وده شيء رائع. شوفوا كم المشاريع اللي كل شوية يتفتح. الإخوة بقى الأصدقاء المحترمين بتوع السيسي مش عاجبنا وإحنا مش عايزين السيسي. أنت مش عاجبك الرئيس قول مش عاجبني، إنما ما بتفتحش بقك حضرتك ولا إعلام العار اللي كل شوية يعمل فتن في مصر وكل شوية يعمل مشاكل في مصر وإعلام موجه. انت ما بتفتحش بقك في ولا مشروع من ده الا ما رحم ربي من الاعلاميين المحترمين. انت ما بتفتحش بقك ليه عن التقدم الكويس والمشاريع اللي بتتعمل وبتتفتح؟
المشروع اللي افتتح امبارح وانفاق قناة السويس امبارح في اسماعيلية، ده غير المزارع السمكية، ما اتكلمتش عنها ليه؟ مزرعة الغريون في كفر الشيخ، ما اتكلمتش عنها ليه؟ انت ما بتتكلمش ليه عن الايجابيات زي ما انت طول النهار عمال لاب 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 تتكلم عن السلبيات؟ البلد فيها سلبيات وهتقعد فترة طويلة، بس انا عايزة اقول لكم حاجة بسيطة قوي. مفيش دولة فيها ديمقراطية، اللي انتوا بتتكلموا فيها الديمقراطية والحقوق واللي انتوا بتتكلموا فيه ده، وهي فقيرة مش لاقية، ما عندهاش دخل وما عندهاش وفر. الدول اللي انتوا بتتكلموا فيها دي زي امريكا وانجلترا فيها ازمات كتير، بس اقتصادها قوي. لازم يبقى عندنا اقتصاد قوي، لازم يبقى عندنا دخل واكل احنا عاملينه بايدينا، زارعينه بايدينا. لما يبقى عندنا مصنع بنلبس منه هدوم، ويبقى عندنا مزارع وغيطان احنا بناكل منها، احنا اللي بنزرع بايدينا. لما ننتج ونزرع بايدينا ويبقى عندنا وفر، ساعتها يا سيدي اقف وهلل واتكلم. لما يبقى اقتصادك قوي اقف وهلل واتكلم. 3/4 اللي بيهللوا ومعروفين كويس قوي اقل واحد فيهم راكب عربية ب1,000,000 جنيه. ده انت عايش في رفاهية غير طبيعية، وعمال تقول الغلابة الغلابة. تصدق بالله الغلابة دول اكتر ناس واقفين جنب البلد ما بيعملوش زيك. وحقوق الاقليات، مين قال ان المسيحيين في مصر اقليات؟ مين قال ان هم اقليات؟ مش اقلية. دي ازمات بتفتعل في البلاد وفي المحافظات علشان عايزين يفرقوا البلد. اخر حاجة في مصر، ودي مش اخر حاجة، دي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تهد مصر، الفتن الطائفية. هم مش قادرين يتخيلوا ان ربنا سبحانه وتعالى قال ان مصر اهلها في رباط الى يوم القيامة. قال اهل مصر، ربنا قال اهل مصر في رباط الى يوم القيامة، ما حددش دينهم ايه. اهل مصر يعني كل اللي عايشين على ارضها وسكانها في رباط الى يوم القيامة. فمش تيجي انت يعني يا صهيوني يا مأجور وتعمل فتنة في البلد، ما ينفعش. احنا طول عمرنا متكلبشين مع بعض، المسلمين والمسيحيين. فانت مش هتيجي النهارده تقول لي حقوق الاقليات. المسيحيين مش اقليات، ده اولا. مواطن مصري وانا مواطن مصري، انا مسلم مواطن مصري، هو مسيحي مواطن مصري، احنا كلنا مواطنين في هذه الدولة، يحكمنا القانون، مفيش اي حاجة تانية تحكمنا. وخلي بالكوا كويس قوي من اي حد عايز يعمل فتنة في البلد، لان هم كل لما مصر بتنجح وكل لما هيعملوا هيزيدوا. وعلى قدوم الأعياد، أعياد الميلاد المجيدة وأعياد ميلاد السيد المسيح، هيعملوا كده وهيزيدوا فيها قوي. الإرهاب خلاص ابتدى يبقى برضو إيه، يعني يهدوا شوية ويرجعوا تاني يعملوا فتن ويحاولوا. أنا عايزة أسأل سؤال، وزارة الأوقاف فين من الناس اللي بتطلع على المنابر في البلاد وفي القرى وفي النجوع تكفر في الآخر، تكفر في حد تاني؟ ده فلان كافر، ده هيعلق جرس، ده مش عارف ده هيعمل ايه. ما انت طول النهار بتدى، محدش اشتكى مننا يعني في الأذان بتاعنا. ايه المشكلة؟ مصر طول عمرها دولة ومشيتها واسعة كدولة بتحتضن كل الأديان. كل الأديان في أرض مصر، جت في أرض مصر هبط ديانتين في أرض مصر. فما ينفعش، يعني ما ينفعش اللي بيحصل ده. احنا لازم ناخد بالنا يا إعلاميين يا محترمين، قبل ما تفجروا أي مشكلة تحروا الدقة واعرفوا. وزي ما بتتكلموا على الإيجابيات، زي ما بتتكلموا على السلبيات، اتكلموا على الإيجابيات. في إيجابية بتحصل في البلد، في إيجابيات بتحصل في البلد. العجلة بتدور
واللي مش عاجبه المشاريع اللي بتتفتح والجيش مشغلها، هات لي مؤسسة واحدة في البلد شغالة غير الجيش. مفيش مؤسسة شغالة غير الجيش، لأن كل مؤسساتنا بقالها 40 سنة مهترئة وفاسدة، مليانة فساد. طب هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ السادة الوزراء مش شغالين، مش شغال في البلد دي غير الجيش، فما ينفعش. والداخلية بتعمل اللي عليها على قد ما تقدر. فين بقى بقية الوزارات؟ فين بقية الوزارات؟ بيعملوا ايه؟ ما بيعملوش اي حاجة. تشريفاتية، اقعدوا في بيوتكم انتوا ولطقم بتاعتكم. ما ينفعش كده يا جماعة. مصر بتنجح وعلى الطريق الصحيح. شوفوا المشروع اللي اتفتح امبارح، كام ألف أسرة هيشتغل. شوفوا المشروع بتاع مزارع الأسماك اللي في الغليون في كفر الشيخ، كام ألف أسرة هتشتغل. بصوا للإيجابيات، ما كل ده بيخفض من معدل البطالة. طول ما في شغل وما فيش بطالة ما فيش إرهاب. الأم والأب لما يلاقي ابنهم داخل عليهم سمع شيخ في الجامع بيكفر في غيره، انزلوا بلغوا عن الشيخ ده أو اطردوه من البلد. مفيش حاجة اسمها تكفير. ربنا قال لكم دينكم ولي دين. كل واحد فينا يحترم نفسه ويحترم دينه وملوش دعوه بدين التاني. انت كمسلم لا تجرؤ. اساس دينك وعقيدتك انك ما تهنش عقيده الاخر. ده انت لازم تآمن بكل الانبياء وكل الاديان. يعني ما ينفعش كده. من فضلكم من فضلكم خلوا بالكم، تحروا الدقه والحذر في اي حاجه بتتنشر، لان هم نفسهم ومن عينهم يهدوا البلد دي بفتنه، لان دي الحاجه الوحيده اللي تجيب دم ودم 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 ومش هيقف. الدم مش هيقف. خلوا بالكم من بلدكم، حافظوا على بلدكم وحافظوا على جيشكم. والناس اللي كل شويه تقول اصله ما بيعملش حاجه واصل الريس مش عاجبنا وصل يا عم الحاج، انت مش عاجبك الريس؟ قول انا مش عاجبني الريس علشان من خلفيه عسكريه، عشان انت عندك هس من الجيش، انت عندك هس من البدله الميري، انت واحد بتكره جيشك، انت راجل خاين، انا مالي. خلي بالكم من بلدكم، ويا ريت كلنا نقف مع بعض ونحط ايدينا في ايدين بعض. مصر بتنجح وفعلا بتطلع من عنق الزجاجة، والحمد لله الحمد لله على كل الحاجات دي. الحمد لله ان احنا ابتدينا نقف على رجلينا. هناكل من مبني يا جماعة، هناكل من خير ايدينا احنا وهنلبس من خير ايدينا احنا. مصر مش هتقدر تعدي اي ازمة الا اذا كانت قوية اقتصاديا وليها كلمة مسموعة. واللي حصل في الامم المتحدة من كام يوم، ومشروع التصويت على قرار على المشروع اللي مقدماه مصر، ده ادى امريكا بالقلم على عينها. فما حدش يجرؤ دلوقتي يقول ان مصر تابعه لامريكا. مصر مش تابعه لحد. بس يا جماعه احنا دلوقتي ابتدينا نشتغلها سياسه وقانون. احنا دلوقتي في وقت ما ينفعش نخش فيه في صدام عنيف مع اي حد. احنا بنشتغلها سياسه وقانون. لازم سياسه وقانون. الوقت بتاعنا يحتم كده، لان احنا بنبني بلدنا، ما ينفعش نصطدم بحد واحنا بنبني. العقل بيقول كده. خلوا من بلدكم، خلوا بالكم من بلدكم، وخلوا بالكم من جيشكم. الجيش اللي بيروح ما بيرجعش، والبلد اللي بتقع ما بترجعش تاني. ربنا يحفظ مصر وأهلها وجيشها، ويديم علينا المحبة مسيحيين ومسلمين، ونحافظ على أرضنا ونفضل محافظين عليها وعلى جيشنا. تحيا مصر.